عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. البتاع بيعلق والله يا حبايبي، بايده ويطفي بتاع الستاند. بايده ويطفي، بس يا ادهم لو هيفتح بقى خلاص. شوفوا يا مصطفى، عاملين ايه يا حبايبي كده؟ اخباركم ايه؟ والله يا حبايبي ما نمت من امبارح، والله بجد ما نمتش من امبارح. اه والله، حتى كمان ما صورتش الاكل قدامكم. بنتي ولدت يا حبايبي، بنتي ولدت طبيعي الحمد لله، بس والله بجد تعبت جدا جدا. قعدت يومين كده تطلقي فيها بجد، كانت بتعيط جامد قوي. شوف انا بكلمكم مش قادره اتكلم، دماغي فاصله خالص وعايزه انام بقى يا حبايبي، هموت وانا ما نمتش من امبارح. والله بجد من امبارح الساعه كام يا ولاد؟ من امبارح؟ لا بس احتمال امبارح الصبح يا يوسف. هي والله العظيم يا حبايب قلبي، والله العظيم وحياة ربنا. بصوا دماغي فاصله، ورحنا بقى للدكتور وقلت له بقى راح تولدها طبيعي، لا مش جنسي لا. الحمد لله جابت بنوته سميتها دهب. ربنا يا رب يخلي كل الاطفال يا رب، ويدي كده كل بني ادم الذريه الصالحه يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يدي كل مشتاق وربنا يبارك لكم يا حبايبي يا رب كده. وانا النهارده والله بجد كنت نفسي اطلع روتين معاكم، اللي هو جايبه فرخه كده. الفراخ يا حبايبي الكيلو عامله، يعني انا جايبه الفرخه دي عامله والله بكلمكم وانا عايزه انام. عامله 130 130 والله يا حبايبي. وعملت لها شويه مكرونه حلوين كده يا حبايبي. وهنا عندها البيض واللبن، بس هي بقى كل شويه اقول لها كل يا حبايبي، تقول لكم مش عايزه اكل، مش عايزه اكل، مش عايزه اكل. يلا بقى عشان نغرف لها وتاكل يا حبايب قلبي. كان نفسي اصور معاكم بجد والله، بس معلش بقى مع احترامي ليكم، تعبانه خالص يا حبايبي والله. بسم الله ما شاء الله. جبنا لها كده سمنه فلاحي يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. احنا هنحط لها برضه الصدر ابو السم، هي فرخه جميله والله بسم الله ما شاء الله. اهو نحط لها بقى الكبده بتاعتها كده. الشرب اصلا انا عاملاه بحبان ومستكه وفلفل اسمر وسبع بهارات وبهارات الفراخ كده يا حبايبي، وواحده من ماجي. الشوربه جميله صفرة. وبصوا يا حبايبي والله بجد هوريها لكم، بس ما تشوف لنا مصطفى الستاند ده مش راضي ينور. وبالحبهان والمستكه يا حبايبي اهو، وطماطمايه وبصلايه. خلاص لو مش قايد خلاص. اهو يا حبايبي كده بسم الله ما شاء الله. بصوا الشوربه انا عاملاه مشوحه الفراخ بسمنه فلاحي والله، بسمنه فلاحي جميله كده صفرة كده جميله، وبالحبان والمستكه بقى. بصوا بسم الله. بص انا بس عشان النور عندي اضاءته مش. بصوا يا حبايبي، بصوا دي سمنه فلاحي بسم الله ما شاء الله. انا دقت دي بس لقيتها استوت بسم الله ما شاء الله كده. والكبده طبعا، والفرخه بقيه الفرخه بتاعتها طبعا اهي. ربنا يزيد نعمة في حياتي ويبارك لكم. وعامله لها برده مكرونه يا حبايبي. حاسبوا بقى، خليها ما تطلعش دلوقتي، ممكن تقعد جوه بصوا يا حبايبي المكرونه. طلعها يا يوسف برده، انا بصور بقى عيب. انا عايزه اخد القطه. تجعلكم يا حبايبي. ايه يا حبايب قلبي معلش. عملت يا حبايبي هنا فصين توم وقرن فلفل كده حامي، دقيتهم مع بعض. وحتى كمان والله يا حبايبي انا ما ضربتش الطماطم. شوفوا ما قدرتش اطلع والله بجد الخلاط عشان اضرب طماطم. جبت المبشره وقعدت ابشر كام طماطمايه كده. اه والله يا حبايبي بجد بجد انا فاصله اهو. وجايبه لها حلبه والسمنه، وجايبه لها عجوه يا حبايبي اهو. جايبه لها عجوه، جايبه لها كيلو عجوه. الكيلو العجوه عامل 30 جنيه، والحلبه عامله 30 جبت لها نص. والسمنه الفلاحي ب 190 يا يوسف، ب 190 يا حبايبي. وجايبه لها لبن وجايبه لها البيض. هذا بيقول لي طلع لهم اللبن يا امي. بس يا حبايبي المكرونه جميله بسم الله ما شاء الله والله بجد. تاكل بقى كده عشان ايه؟ طبعا هي ضعيفه عشان تاكل بنتها يا حبايبي. وانا هعمل دلوقتي على البليله. معلش بقى لو انا ما طلعتهاش على الكاميرا. هبعت لي دلوقتي. انا عندي هنا ازازه لبن يا حبايبي، بس انا جايباها لها يعني في الثلاجه هنا برده اهو. وجايبه لها عجوه مين يا ولاد. بس طبعا عندي بقى ادهم بألف انا والشفا يا حبايبي. والحلبه جوه بصوا. جايبه لها انا لبن عشان هي ما بتحبش اللبن اللي هو
اللي هو البقى اللي هو يعني لا مؤاخذه البهايم بتوع اللي هم يعني السايب، هي بتحب اللي هو المعلبات. دي عامله 30 جنيه يا حبايب قلبي، دي عامله 30 جنيه، وجايبين لها كيلو عجوه. الكيلو العجوه عامله جايبينها الكيلو برضو ب30. معرفش يوسف ابني بقى جايبها من السوق، بس بسم الله ما شاء الله برضو العيال كلت منها برضو. بصوا يا حبايبي، وجايبه لها بسم الله ما شاء الله برضو في سمنه فلاحي برضو حاطه لها برضو في الفريزر يا حبايبي كده، جايبين لها حته. وهو برضه عشان تاكل وتتغذى عشان هي ضعيفه وتعبت بجد. هي ولدت طبيعي يا حبايبي، بس بجد والله بجد تعبت جامد. يومين كان فيها الطلق، يومين والله ما نمتي، وبتخبط راسها من كتر الالم يا حبايبي. طبعا شوفوا طبعا الدنيا غالي ازاي. اه والله بجد شفتوا الدنيا بقت تعمل راسها دي في قلب بتاعه، تقول الحقوني الحقوني، مش قادره مش قادره مش قادره. اه والله. بس انا بقى وديتها المستشفى بقى، وهي خلاص يا حبايبي هي مستويه اصلا، بسبب ما خلاص رن على الدكتور اللي كانت متابعه معاها بره، جالها المستشفى عندنا هنا في ثواني. كان خلاص كان لما مؤاخذه يجيب العربيه بتاعته، دخل شافها، قال له يلا دخلوها ايه كشك الولاده عشان هي تولد طبيعي مش هتولد. يا دوبك بس فتحوا لها حته صغننه كده عشان ده معنى الطفله. وكانوا بيقولوا لنا الطفله 3 كيلو، ويقولوا مش عارفه ايه. لا والله العظيم يا حبايب قلبي بجد ده حياه ربنا وحياه ربنا ضعيفه، عامله بصوا وشها قد كده وهي حاجه قد كده. طلعت طبعا 3 كيلو دوت طبعا الخلاص والدم. هي بطنها كانت عباره عن كان ايه، كان الكبر ده كله كانت ميه. يلا الحمد لله، ربنا يا رب يقوم كل بنوته بالسلامه واهلها يا رب، والجثه واهلها يا رب يا حبايب قلبي. وده كان يومنا يا حبايب قلبي كده. هي بصوا كده، ده انا مديها حته من الصدر كده يا حبايبي. استنى الاستند بس من الاضاءه. وشويه شوربه كده بسمنه بلدي. وده المكرونه يا حبايب قلبي كده. وده اللبن بتاعها في بيض في التلاجة، والحلبه بتاعتها موجوده. وان شاء الله باذن الله انا جايبه لها برده فرخه حلوه يعني. جايبه لها عامله يعني اتنين يعني. هي بصوا هي عامله 130 جنيه. شوف بقى مثلا هتاكل على قد نفسها، ولو خلصت ولا حاجه ان شاء الله اجيب لها برده واحده تانية. وربنا يبارك لكم يا حبايبي كده ويخلي اولادكم. هموت وانام يا حبايبي بجد. ده انا بعد ما اخلص الفيديو ده معاكم بجد اخش انام وحياة ربنا. بس عايزه اعمل لهم الجديده بتاعتهم، واجيب بقى لبن. ده اللبن ده بتاعها هي، عشان هي ما بتحبش الازازه دي عامله 30 جنيه. بنتي ما بتحبش الا دول اللبن النوع ده. والحمد لله وربنا يا رب يكمل نفسها على خير هي واللي زيها. وهي كمان فاصله نوم، هي فاصله نوم وانا فاصله نوم. طبعا بنتها بقى من ساعه ما نزلت يا حبايبي، بصوا طبعا جعانه وعايزه ترضع وكل شويه عماله تعيط. وطبعا هي يا بنتي عم اقول لها اشربي حلبه، عملت لها حلبه. كنت عامله لها برده حلبه يا حبايب قلبي كده، كنا عاملين لها حلبه برده. مش هتشرب الحلبه يا حبايب قلبي ومدوخاني. اه والله كل ما اقول لها كل اي حاجه تقول لي لسه نفسي ما اتفتحتش، لسه نفسي ما اتفتحتش. امال نفسها تتفتح امتى؟ بنتها ميته من جوه يا حبايبي وعايزه تاكل، صدرها ما فيهوش لبن خالص. يلا بقى ربنا ان شاء الله واحده واحده كده يعني، عشان لسه برضه ايه. هي مش مصدقه بتقول يا لو يا ماما بطني خفت والحمد لله انا حسيت ان انا اتولدت من جديد. قلت لها يلا ربنا يخليها لك يا ليلى، وربنا يفتح كل بنوته بالسلامه يا رب، عشان تعرفوا ان الضنا غالي. هي شافت الطلق وشافت التعب يا حبايب قلبي، بقى بتخبط راسها في قلب الحيطه قسما بالله العظيم. بقى بتخبط راسها في قلب الحيطه كده وتقول الحقوني الحقوني. بقت عامله شفتوا الطلق بقى ايه. لما وديتها للدكتور بقى مديها برشام وحاجات ولاده مسكن. كنا في المستشفى مركب لها محلول، تقول له طب خلاص يا دكتور انت بتقول لي فاضل لك 3 ايام وتولدي. طب ده وجعني الجهاز هنا وجعني. قال لا لا سيبي عشان يمكن يجي لك مغص ولا حاجه، عشان ما عدوش انت ضعيفه، ما عدوش مثلا ايه شكشكوكي بالابر. اتاري الدكتور طبعا انا كنت كاشفه بره معاه عارف ان هي هتولد الصبح، عشان هو اول ما احنا هي رايحه بقى مستويه انا مديها لهم مستويه. مش شفتي يا حبايبي زي ما بيقولوا ايه القرن طش. اه والله العظيم بجد. يا دوبك الدكتور نزل لمؤاخذه ربنا يزيده يا رب ويبارك له، ونزل بالعربيه بتاعته يا دوبك لمؤاخذه كشف وشاف قال لها حضروا اوضه الولاده في كشك الولاده. طبعا كشك الولاده ده عشان لما حد بيولد طبيعي ده اسمه كشك الولاده عندنا هنا. لو في عمليات هي عشان بس ضعيفه ربنا يا رب يكمل نفسها على خير والحمد لله. هما بس فتحوا لها فتح كبير شويه كده عشان هي طبعا كانت ضعيفه وكانت تعبانه. وربنا يا رب يكمل نفسها على خير هي واللي زيها. وربنا يبارك لكم يا حبايبي عشان انا فاصله نوم. ما تنسوش اللايك، واللي مشتركش مع مدام يشترك. من امبارح ما نمتش يا حبايبي بجد بجد. وجيت طبخت وعملت وايه بقى. بصوا يا حبايبي وانا كنت لوحدي والله العظيم. هتقولوا جوزها فين؟ جوزها كان طبعا عنده ظروف كده ما نزلش طبعا عشان عنده شغله ما ينفعش ينزل.
والله بجد يا حبايبي نازله طالعه نازله اجيب العلاج واطلع وانزل. بصوا نزلت 1000 مره، نزلت بقى وجيت سايبه ابني الصغير مع والدي هنا ومع اخوي يوسف، وبقيت نازله طالعه ونازله طالعه نازله طالعه والله العظيم. اجي ارضع ابني هنا واروح المستشفى، اروح اجيب لبنت الطلبات والدكتور في نوع ابره كده دخت عليها مش لاقياها، ايوه يا حبيبي تعبت. يلا الحمد لله. نعمت بالسلامه لجوزها ولينا ان شاء الله باذن الله كده. هي بتقول لك توبه 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 مش هعملها تاني، طبعا الكلام ده كذب، كلنا بنقول كده انتوا فاهمين يا حبايبي، والله العظيم احنا عاملينها تاني. بتقولها قدام الممرضه، الممرضه قالت لها لا 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 ده كلام احنا بس بنقول كده. طبعا هي قالت لا يا ماما بجد ان شاء الله باذن الله. اول ما طبعا يعني انا سالت الدكتور ومديني كده جواب كده، قال لي عشان هي لسه صغيره اول ما طبعا على طول وديها تعمل الوسيله علشان ما تجيبش عيال تاني. وبصراحه يا حبايبي احنا كده حلوين قوي بجد، مش عايزاها تخيب خيبتي والله العظيم بجد. هو كده عيله حلوه كده، ربنا يهدي لها جوزها ويصلح حاله يا رب، تكون بنته دهب وش السعد عليهم يا رب كده ووش الرزق، وتبقى بنوته كده وشها حلوه على ابوها وامها وتبقى كده حياتها تبقى جميله كده ان شاء الله. ولما ربنا بقى بعدين بقى لما تتم 3 4 5 6 سنين وتبقى حلوه كده ان شاء الله، عروسه حلوه كده تبتدي بقى هي ايه حتى تكون بنتي سنها كبر شويه، عشان هي طبعا كانت المفروض انا بنتي كاتبه متجوزه العرف دوت طبعا، بس هي طبعا فاضلهاش هي شهر وتكتب رسمي. ربنا طبعا يستر كل الاولاد وعملت لها الورق بتاعها وكأنه جوزها كان موجود معايا وصوره البطاقه وصوره بطاقتي وصوره بطاقتها وصورنا وعملت لها الورق بتاعها كله والله بجد كأنه جوزها كان موجود. ربنا يبارك لك فيها يا ابو دهب يا رب كده وتتربى في عزكم كده. يلا بقى عشان هندخلها الاكل يا حبايب قلبي، ربنا يبارك لكم ويخليكم اولادكم. ما تنسوش اللايك، واللي مشتركش مع مدام يشترك بالله عليكم. ومع السلامه يا حبايبي واشوف وشكم بخير. وانا اسفه ان الستاند البتاع النور فاصل يا حبايبي، ده انا اللي فاصله والله بجد. اقول لكم مع السلامه وتصبحوا على خير بجد عشان انا عايزه انام. يلا مع السلامه تصبحوا على خير. بالله عليكم اللايك، بالله عليكم حياه اولادكم يا رب يفرحكم ببناتكم كده وبصوا ويقوم كل بنوته لاهلها بالسلامه. باي باي يا حبايبي مع السلامه.